بعد ما الحياة بقت مستحيلة على كوكب الأرض، البشر بدأوا يدوروا على أي كوكب تاني ينفع للحياة. في فريق قدروا يلاقوا كوكب اسمه أوش صالح للحياة، بس المشكلة إن في يوم من الأيام واحدة من الفريق ده اسمها ريا بتصحى فجأة كده تلاقي نفسها لوحدها في الكوكب ده، وكل الفريق اللي معاها ماتوا. والاصعب انها بتكون فاقده الذاكره نهائيا، ومش عارفه مين اللي عمل كده في فريقها، ولا عارفه هتمشي من الكوكب ده ازاي. يا ترى هتعمل ايه وايه اللي حصل بجد؟ ده اللي هنشوفه ملخص النهارده، فيلا بينا يلا بينا. الفيلم بيبدا في الفضاء الخارجي، وبنكون جوه واحده من المحطات الفضائيه. هنا بنبتدي نشوف ريا اللي كانت واحده من الطاقم الموجودين على المحطه ديت، بتصحى من النوم وهي متبهدله خالص، يعني كانها اتعرضت لهجوم عنيف. ريا ما بتكونش فاكره اي حاجه عن نفسها، ولا فاكره هي بتعمل ايه هنا او ايه اللي وصلها المصيبه دي. بتبدا ريا تلف في المحطه يمين وشمال، يمكن بتفتكر اي حاجه بخصوص اللي حصل. ولما بتبدا ريا تلف في المحطه الفضائيه بيبدا الجنان كله. اول حاجه ريا بتلاقي اثار دم في كل مكان، وبعد كده بتلاقي حاجات اسوأ بكتير. بتلاقي افراد الطاقم بتاعها اللي كانوا معاها ميتين بطرق بشعه. ريا مش فاهمه ايه اللي قتلهم ولا ايه اللي عمل فيهم كده بالظبط. بتفضل ريا تلف في المحطه الفضائيه ديت لحد ما بتلاقي جزء من المحطه متدمر، فبتخرج من الجزء ده تلاقي نفسها في الفضاء بره، وبتلاقي قدامها مدار كده ما بتكونش عارفه بتاع ايه. وخليك فاكر المدار ده يا صاحبي. وبالمره ريا ما بتكونش فاهمه هي ازاي في الفضاء الخارجي ومع ذلك ما ماتتش ولا حصل فيها اي حاجه، مع ان المفروض يحصل العكس عشان ما فيش اي اكسجين في الفضاء زي الارض. وفي كل الاحوال ريا بتفضل تلف في المكان وهي مش فاهمه اي حاجه، لغايه ما بتكون هتقع على حافه شبه حافه الجبل كده، فبتتخض وبترجع تاني للمحطه الفضائيه. ولما بترجع ريا بتبدا تفتكر حاجات شويه من ماضيها. بتفتكر ريا وهي قاعده في المحطه مع الطاقم بتاعها، وهنا بقى جه الوقت المناسب اللي نتعرف فيه على الطاقم اللي كان معاها. الطاقم بيكون مكون من 5 اشخاص. قائد الطاقم اللي اسمه اودي، وديفيز، وبنت اسمها كلارك، وكيفن اللي بيحب ريا او يعني مهتم بيها، واخر واحد معاهم في الطاقم كانت اسمها راليا. ريا بتفتكر لما كانت القعده مع الطاقم وعمالين يتكلموا عن صديق ليهم اسمه بيريون، المفروض انه معاهم في البعثه، بس في الوقت ده بيريون في مهمه بره المحطه الفضائيه. بتشوف ريا كمان ان هي والطاقم اللي معاها كانوا بيتكلموا عن الكوكب اللي هم عليه دلوقتي، وبنعرف ان هم كانوا بيدوروا من مده على كوكب بنفس حجم كوكب الارض او يكون قابل للحياه، وحاليا وصلوا للكوكب ده اللي قاعدين فيه واسمه اوش. شافوا ان الكوكب ده اقرب بكتير لكوكب الارض، وغلاف الجوي شبه غلاف الجوي بتاع الارض، فبالتالي الحياه عليه ممكن تكون ممكنه. وعشان كده ريا والطاقم بتاعها موجودين هنا عشان يدرسوا الكوكب ويتاكدوا هل هو صالح للحياه فعلا ولا لا. وده على فكره بيفسر ليه ريا لما خرجت بره الكوكب ما تاذتش. في كل الاحوال الذكريات دي بتنتهي على كده، واللي عرفنا فيه على الطاقم اللي كان مع ريا على المحطه. بس طبعا لسه ما نعرفش بصراحه ليه الطاقم ده اتقتل وازاي اتقتل. في المجمل بتنتهي الذكريات على كده، وبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ان ريا لسه بتلف في المحطه الفضائيه، وبتدخل غرفه الاسعافات اللي بيكون فيها كبسولات طبيه متطوره. فبتاخد كبسوله من دول وبتحطها على رقبتها وبتفعلها عشان الكبسوله دي تعمل عمليه استشفاء كامل للجسم. المهم انها بعد كده بتاخد دش، ولما بتخلص بتبدا تلف في المحطه الفضائيه يمكن تقدر تفهم اي حاجه، لحد ما فجاه ريا بتلاقي ان في شخص دخل المحطه الفضائيه، فبتروح للشخص ده وبتهاجمه. بس الشخص ده بيوقف ريا وبيعرفها ان صديقها بيريون اللي كان معاها في نفس المهمه، بيعرفها بيريون انها بعتت له نداء استغاثه، وقالت له في النداء ده ان كلارك البنت اللي كانت معاهم في الطاقم اتصابت بعدوى من الكوكب واتجننت وهاجمت الكل، وعشان كده بيريون جه يشوف في ايه. ريا الوحيده اللي مش فاكره بيريون اساسا، لكنها بتكون فاكره ان كان معاهم فعلا واحد اسمه بيريون، وعلشان كده ريا بتثق فيه شويه. المهم ان ريا بتبدا تلف مع بيريون في المحطه، وبتعرفوا انها لقت جثث لكل الناس اللي معاهم في الطاقم، واضح ان في حد معين قتلهم، لكنها ما لقتش اي جثه لكلارك. وفي الوقت ده بيريون بيفكر شويه وبيعرف ريا ان ممكن تكون كلارك اتجننت زي ما ريا قالت له قبل كده، واتصابت بعدوى من الكوكب اللي هم عليه ده، فقتلت كل اللي على المحطه ما عدا ريا لسبب لغايه دلوقتي هو مش فاهمه. وبعد كده هربت من المحطه، وبيعرفها بيريون انها اكيد بعتت له نداء استغاثه. ولما كلارك اتجننت بعد كده ريا اغمى عليها، ولما صحت ما افتكرتش اي حاجه من اللي حصل. بيريون بيكمل كلامه وبيبدا يتكلم معاها عن المهمه، وبيعرفها ان المهمه كانت مكونه من 7 فرق مختلفه، وكل فرقه راحت لكوكب شكله مختلف تدرسه وتشوف هل هو صالح للحياه فعلا ولا لا. وبيعرفها بيريون ان هو كان ضمن الفرقه ال7، وان الفرقه اللي كانت معاه راحت لكوكب غير صالح للحياه، فمشوا منه وراحوا للمدار اللي ريا شافته في اول فيلم خالص لو تفتكر. المفروض بقى ان المدار ده نقطه تجمع لكل الفرق علشان يرجعوا للارض، بس الاتصال اتقطع مع ريا وفريقها. ده غير انها بعتت لبيريون نداء استغاثه، فساب المدار وجالها، وبيعرفها بيريون ان كوكب اوش اللي هم عليه ده هو الكوكب الوحيد اللي صالح للحياه، وبالتالي بقى لازم بيريون وريا يمشوا من هنا ويرجعوا المدار ويرجعوا منه للارض. وهناك بيعرفهم ان الكوكب ده اللي هو كوكب اوش صالح للحياه، وبيجيبهم على هنا. فبتساله ريا هل يقدروا يفكروها بكل اللي حصل معاها وتسترجع ذكرياتها، فبيعرفها بيريون ان هم مش هيقدروا يعملوا كده، واهم حاجه يمشوا دلوقتي من هنا ويرجعوا للمدار بتاعهم علشان يفكروا ممكن يعملوا ايه بعدين. بعد كده بيريون بيجيب جهاز طبي متطور، وبيعرف
بتعرف ريا ان الجهاز ده هيعالج الجروح اللي في جسمها، ويبدا الجهاز ده يفحص ريا وبيكتشف ان عندها تورم في الراس نتيجه خبطه قويه، وده سبب الجرح اللي عرسها، فبيخلي بيريون الجهاز يعالج ريا وفعلا بيعالجها. بعد كده بيريون بيعرف ريا ان اصل الخبطه اللي اتعرضت ليها افقدتها الذاكره، بس واحده واحده يعني على ما يعتقد ذاكرتها هترجع. بعدها ريا بتدخل تنام. في الوقت ده بتحلم بكيفن خطيبها، فبتصحى من النوم مخضوضه وبتقرر وقتها ما تنامش، بل بتلبس بدله فضائيه وبتخرج تدور على الجثث في المحطه، وبتقدر توصل لجثث كيفن واودي وديفيز، ومش بتوصل لجثه كلارك برضه، فبتستغرب اكتر بس مش بتهتم، وبتجمع الجثث كلها في مكان خارج المحطه علشان يعني في الاخر ياخدوها هي وبيريون وهما ماشيين. بعد كده بترجع ريا للمحطه تاني، وبالصدفه بتشوف مقص كده واقع على الارض وسط الدم، فبتمسك المقص ده، وهنا بقى بتفتكر ذكرى من الماضي. بتشوف نفسها بتقتل اودي قائد الطاقم اللي هي كانت واحده منه بالمقص. طبعا لما بتنتهي الذكرى وبتعرف انها قتلت القائد بالمقص، بتكون مرعوبه وبتبدا تشك انها هي اللي قتلت الطاقم كله، بس ليه عملت كده اصلا بالظبط الله اعلم. في كل الاحوال بعد كده بتاخد ريا كبسوله طبيه عشان تهديها شويه، وبترجع تقعد شويه مع بيريون وبتكلمه. في الاثناء ديت بيشتغل الذكاء الاصطناعي اللي في المحطه، وبيقول ان في عطل في المحطه، فبيلبسوا ريا وبيريون بدلتهم الفضائيه وبيلفوا شويه بيشوفوا المشكله فين لحد ما بيحددوا المشكله، وبتكون ان في خرق في الهيكل بتاع المحطه الفضائيه، فبتروح ريا علشان تصلح الخرق ده. وفي الوقت ده على فكره بتفتكر ريا برضو ذكرى من الماضي، وبتشوف كلارك اللي من ضمن الطاقم بتاعها وهي متجننه خالص، وبتهجم عليها عشان تقتلها، وهوب بتنتهي الذكرى على كده. بعدها بتقعد ريا مع بيريون وتعرفوا انها افتكرت ان كلارك كانت مجنونه، وكان شكلها غريب ومرعوب، وواضح كده انها اتصابت بوباء من الكوكب او عدوى هي اللي خلتها تتجنن بالشكل ده وتحاول تقتلهم كلهم، وغالبا هي اللي قتلت الكل ما عدا ريا. وبتقول ريا لبيريون انها عايزه تفضل هنا فتره حلوه علشان تعرف ايه اللي حصل هنا بالظبط، بس بيريون بيرفض كل ده وبيعرف ريا انهم لازم يمشوا من هنا في اسرع وقت، فبتوافق ريا على كلامه وهي متضايقه وبتسيبه تروح اوضتها. في الاثناء ديت بتبدا ريا تفتكر الماضي تاني، وبتتخيل نفسها مع كيفن خطيبها، وبعدها بتتخيل نفسها بتقتل كيفن، وهوب بتفوق ريا من كل ده وبتكون خلاص شبه متاكده انها قتلت كيفن وكل اللي هنا، بس برضه مش عارفه هي ليه عملت كده. في كل الاحوال بعد شويه بتلاقي ريا في المحطه كاميرا درون، فبتشوف الكاميرا دي متسجل عليها ايه، فبتلاقي ريا ان متسجل على الكاميرا مهمه كانت بتقوم بيها ريا وكلارك وكيفن وديفيس واودي. وفي المهمه دي خرجوا ريا والكل من المحطه، وكانوا ماشيين في طريقهم لمكان كده بيخرج منه انبعاث غريب. المفروض ان المكان ده يعني قدر بيريون يحدده، وقال لريا والكل يروحوا يشوفوا الانبعاث ده بيخرج من ايه بالظبط. ففعلا بتروح ريا والكل عند مكان الانبعاث ده، وبيلاقوا قدامهم بئر غريب، والبئر ده فيه معدات غريبه وحاجات غريبه زي كده، وبيخرج منه انبعاثات كهربائيه. فبيفكروا الكل دلوقتي وبيتوصلوا ان غالبا كده المكان ده عباره عن مصنع موجود هنا في الكوكب، المصنع ده فيه كائنات فضائيه عايشين على الكوكب، وغالبا الكائنات دي ذكيه ومتطوره علشان كده مش قادرين يشوفوها او يتواصلوا معاها. بعدها بيرمي ديفيس طوبه في البئر علشان يعني يعرف عمقه قد ايه بالظبط، ومن هنا بقى بدأ الجنان كله. فجأة الطوبة ديت ردت مرة تانية من البئر ولبست في وش ديفيس، وطبعا انتشرت الفوضى في المكان كله، وتسجيل الكاميرات وقف عند كده وبس. ده كان كل اللي متسجل في الكاميرا. اللي فهمت منه ريا بقى ان كل حاجة غلط بدأت في المكان ده. المهمة ديت اللي كان بيريون هو سبب ان هم يروحوا في الوقت ده. بيجي بيريون لريا فبتعرفوا ريا ان مهمته هي كانت السبب انهم يتواصلوا مع الكائنات اللي في الكوكب هنا، وهي السبب في كل اللي حصل. وبتبدأ ريا تتهم بيريون انه كان عارف كل ده وعارف اللي حصل هنا بس كان مخبي عليها. فبيعرفها بيريون انه ما كانش يعرف حاجه، وانه فعلا قصد انبعاثات غريبه خارجه من البئر ده، فبلغهم باحداثياته. وهم بدورهم بقى راحوا على هناك، وساعتها بقى انقطع الاتصال معاهم وما يعرفش ايه اللي حصل لهم بعد كده. في الوقت ده بتتصدم ريا من كل ده، وبتعرف بيريون ان هم غالبا اتصابوا بوباء بعد اللي حصل لديفيس، وان اللي اتصابت بيه هي ريا، وعلشان كده قتلت الكل زي يعني ما بتشوف في ذكرياتها. طبعا كل ده بيراقب بيريون وبيخاف من ريا، فبيسكت خالص ومش بيرد عليها، وبيقول لها بس تجهز نفسها خلاص عشان يمشوا من هنا نهائيا. فبتوافق ريا فعلا وبتاخد كبسوله من الكبسولات المتطوره، واول ما بتاخد الكبسوله دي بتشوف ذكرى جديده. بتشوف في الذكرى ديت اودي وهو شكله مصاب بالعدوى او الوباء، وكان شكله مرعب اقرب يا صاحبي للزومبي، وهاجم ريا علشان يقتلها فاضطرت تقتله. وبس بترجع الوقت الحالي تاني، وبتفهم ان الكل اتصاب بالوباء مش بس كلارك، عشان كده اضطرت ريا تقتلهم قبل ما يقتلوها. يعني هي ما غلطتش في حاجه، وريا الوحيده اللي بتفرح بكل اللي وصلت ليه ده. وبتروح عشان تعرف الكلام ده لبيريون، بس قبل ما تعمل كده بتتصدم لانها بتلاقي كلارك قدامها. طبعا بتكون ريا عارفه ان كلارك اتصابت بالوباء وجايه دلوقتي تقتلها، فبتحاول ريا تهرب من كلارك، بس كلارك بتوصل لها وبتهجم عليها، وبيفضلوا الاثنين يضربوا في بعض بمنتهى العنف لحد ما بتقدر ريا تخلص على كلارك وبتكون بخير. وبتبدا بقى تلف تدور على بيريون علشان تعرف
في كل اللي حصل، لكنها لما بتدور على بيريون بتتصدم انها بتلاقي بيريون ميت، مش بتكون فاهمه بصراحه مين اللي قتله. بتاخد جثته وبتحطها على الجهاز الطبي اللي سبق يعني وعالج ريا الجرح بتاعها لو تفتكر. ولما بتعمل ريا كده بتفحص جثه بيريون بتكتشف ان بيريون ميت من كام يوم. بمعنى تاني ازاي بيريون ميت وازاي كان معاه في المحطه؟ طبعا بتكون ريا اتجننت من كل ده ومش فاهمه اي حاجه. وقبل ما تعمل اي حاجه فجاه ريا بتلاقي بيريون داخل عليها، وهنا بقى بتتصدم اكتر وبتبص لبيريون بتقول له انت مش بيريون، انت العدوى اللي اتصابنا بيها كلنا من الكوكب ده. وفي الوقت ده بيضحك لها بيريون وبيعرفها انها اخيرا فهمت الحقيقه وانه هيخليها دلوقتي تفتكر كل حاجه. وبيحط بيريون ايده على الجرح اللي على راس ريا وبتبدا ريا تفتكر كل حاجه وبنكتشف الحقيقه. بنكتشف هنا يا صاحبي ان في الماضي وبعد الحادثه اللي تعرض لها ديفيس رجعت ريا اودي وكلارك وكيفن مره تانية للمحطه، وساعتها ما فاتش وقت طويل ووصل لهم بيريون للمحطه لانه كان في مهمه بره. وبعد شويه اكتشف الكل مشكله في المحطه الفضائيه لانهم لقوا في المحطه كائن فضائي غريب الشكل اتسرب لبعض الاجهزه الموجوده في المحطه، والكل اتكلم وقعد يتكلم ويشوف هيعمل ايه في الحوار ده. وكان اودي شايف ان هم لازم ينهوا المهمه ديت لانهم ما يعرفوش الكائنات الفضائيه اللي في المكان ده ممكن تعمل فيهم ايه او عباره عن ايه. بس ريا رفضت كلام اودي وقررت تفضل هنا وتدرس الكائن. وفعلا راحت ريا تدرس الكائن ده، اكتشفت ان الكائن متطور جدا وبيقدر يتكاثر بشكل رهيب مع نفسه بدون اي تدخل، وبيقدر كمان ينمو بشكل سريع وكبير جدا. وبتجيب ريا دلوقتي الاخ اودي علشان تعرفه كل اللي وصلت له. بس قبل ما اودي يعمل اي حاجه الكائن ده بدا ينمو ودخل جوه جسم اودي، وساعتها بقى اودي اتجنن وتحول بقى شبه الزومبي بالظبط، وبدا يهاجم ريا ويحاول يقتلها. وفضل اودي يضرب في ريا بمنتهى القوه لحد ما جه كيفن على الصوت وبدا يتعارك مع اودي، فساب اودي ريا وبدا يتعارك مع كيفن، وضربه يمين على ضربه شمال. قدر كيفن بفضل قوته يخلص على اودي. بس الرعب والجنان ما وقفش عند كده، لا ده الكائن اللي كان جوه اودي خرج واتدخل جوه جسم كيفن. بدأ كيفن يحاول يهجم على ريا بس جت كلارك وهجمت على كيفن وفضلوا بقى يضربوا في بعض. وسط كل ده وصل بيريون واللي اول ما كيفن شافه ساب كلارك وراح يهجم عليه، وفضل كيفن يهجم على بيريون ويضرب فيه لحد ما قتله بشكل بشع. وده على فكره الوقت اللي مات فيه بيريون الحقيقي. المهم بقى ان ريا بعد كل اللي حصل ده خدت كلارك ولبستها بدله فضائيه وطلبت منها تهرب من هنا. اما ريا فراحت بقى لكيفن وهجمت عليه وقتلته. يعني ريا ما قتلتش حد الا كيفن بس الفكره هنا ان الكائن الفضائي بعد كده خرج من كيفن ودخل جوه جسم ريا نفسه، وهوب دخلت ريا في غيبوبه. واللي فات منها طبعا مش فاكره اي حاجه ولا تعرف ان كان في جسم فضائي جوه جسمها. وساعتها الكائن ده بدا يوهم ريا ويوريها بيريون، وكان على فكره عاوز يفضل يتحكم فيها ويوهمها وما يخليهاش تفتكر اي حاجه ولا تعرف ايه الحقيقه علشان ما تعرفش حد عن الكوكب ده، لان الكائنات المتطوره اللي عايشين هنا مش عاوزين البشر نهائيا يجوا وعايزين يفضلوا لوحدهم في امان بعيد عن البشر. وعلشان كده الكائن اللي اصاب ريا والكل عمل كده وفضل يوهم ريا. بس لحسن الحظ ريا خدت الكبسوله علشان تفتكر كل حاجه. بتكتشف ريا دلوقتي ان الكائن الفضائي اللي جواها هو السبب الرئيسي للجرح اللي كان في راسها. وبالمناسبه نرجع بقى للوقت الحالي وتكون ريا مدركه خلاص ان بيريون والكل ماتوا وانها مصابه بالوباء او يعني الكائن الفضائي ده، وعلشان كده ناسيه كل حاجه. المهم انها بتروح دلوقتي للجهاز الطبي المتطور وتخليه يشتغل على جسمها ويخرج من راسها الكائن الفضائي اللي كان السبب في كل اللي حصل ده. وفعلا بيقدر الجهاز ده يخرج الكائن من راس ريا وبتكون بخير. بس المشكله ان الكائن ده بيدخل جوه جسم بيريون او جوه الجثه بتاعته بمعنى ادق، وساعتها بيفوق بيريون من تاني وبيحاول يهجم على ريا ويقتلها. وحرفيا بتشوف ان بيريون شكله بيتحول لشكل بشع جدا وبيكون شبه الوحوش يا صاحبي، وبتتقاتل معاه كتير وفي النهايه بتنجح بمعجزه انها تولع فيه. واخيرا بيموت الكائن المرعب ده وبينتهي خطره تماما. اما ريا بتقرر تكمل مهمتها وتجمع كل المعلومات عن الكوكب ده، كوكب اوش. يعني هي بنت ما حرمتش، هي لازم يخلص عليها علشان خلاص ترتاح كده. المهم بتاخد مركبه فضائيه صغيره من المحطه هنا وبتنطلق بيها في طريقها للمدار اللي اصلا هيكون عنده تجمع باقي الرحلات التانيه اللي كانت بتدور على كواكب تانيه زي ما قلنا. وبتمشي ريا في طريقها في المحطه وهي ناويه انها لما توصل للارض تعرف الكل بالكوكب ده والكائنات اللي عليه وكل اللي حصل فيه من البدايه للنهايه، ويشوفوا هيقدروا في النهايه بعد كده يعيشوا على الكوكب ده اصلا ولا لا. وحقيقه ما بانش اذا كان البشر في النهايه ممكن يعيشوا هنا على كوكب اوش ولا الموضوع هيكون صعب. بس الاكيد ان ريا هتوصل للارض وهتكمل مهمتها بافضل شكل ممكن. عارف ان النهايه ممكن مش مرضيه قوي، بس يعني هنعمل ايه؟ الكاتب عاوز كده والمخرج برضه عاوز كده. مع النقطه دي بينتهي الفيلم واللي اتمنى يكون عجبكم. ولحد ما نتقابل في ملخص جديد ما اقدرش اقول لكم غير دمتم سالمين.